طيب جايب لك تركايه يا دوب تلحقها بسرعه لانها ما بتحصلش كتير، هتخليك تستخدم جي بي تي ايمج 2 مجانا بقى بدون ليميت وبدون حدود. ممكن تعمل 1000 صوره وتستخدمها زي ما انت عايز ومش هتقف منك، وكمان مش هتحتاج منك بقى لا فيزا ولا طرق صعبه ولا خطوات معقده ولا اي حاجه. الموضوع بسيط جدا وشرعي 100%. بس انت كمل معايا الفيديو للاخر، وللاسف طريقه زي دي انت ما كنتش هتعرفها لانك مش عامل اشتراك في القناه ولا بتعمل لايكات للفيديو اللي انت بتتفرج عليه لحد دلوقتي. لسه ما نزلتش عملت له لايك، فانزل اعمل لايك واطلع يلا عشان نخش في الموضوع. طيب بسم الله. كل اللي انت محتاجه كده هو المتصفح بتاعك، بعد كده تسيرش على الموقع ده وهتختار دي. ولما يعني في ناس كتير جدا تعرف الويب سايت ده طبعا، هو مشهور. اول ما بيفتح معاك هو ما بيكونش بيفتح كده طبعا، انت بتسجل والكلام ده. انت بقى اول ما بتسجل فيه بيظهر لك بالواجهه دي. انا طبعا هنا هو عامل لها سكرين النهارده قبل التصوير. فبيقول لك هنا ان انت مانوس تقدر تستخدمه ليميتد فور فري من غير اي فلوس، ما فيش كريدت، ما فيش اي حاجه او تشحن او كده. والكلام ده متاح لحد يوم 25 اغسطس. فهي طبعا مده مش كبيره، ولكنها انت لازم تستغلها. الناس اللي شغلها معتمد على الصور او بتعمل صور مصغره او شغلها عموما شغاله فوتوشوب، مطابع، الحاجات دي، فده طبعا هيفيدها ولازم يستغل الفتره دي. وانت لما تفتح الويب سايت هتضغط على ديزاين عشان تستخدمها، وهيظهر لك هنا عندك جي بي 2 ايمج 2 وعندك برضو نانو بنانا. فاحنا نختار جي بي 2 ايمج 2. وهتيجي بقى هنا مثلا تكتب برومت اللي انت عايزه للصوره اللي انت عايزها، اي حاجه. انا هجرب كده معاكم حاجه بسيطه، نعمل صوره مصغره لفيديو انا كنت منزله ريل عندي على انستجرام. ودي الصوره انا هاخد لها سكرين شوت من الفيديو. والفيديو اصلا بيتكلم عن ان يعني ايفون بقى خلاص، او بقى في حاجه موجوده في شركه ابل تقدر تخليك تاجر الايفون والماك والحاجات دي. طبعا لو انت بقى مش عامل لي فولو في الانستجرام والتيك توك ففايتك حاجات مهمه اهو. هناخد الصوره دي كده ونروح هنا، وانا مش هكتب برومت معقد ولا هكتب حاجه صعبه ولا كده. انا هكتب له بس اعمل لي صوره مصغره، واقول له عنوان الفيديو، واقول له يكتب لي ايه على الصوره دي ككلمات عايزها تكون مكتوبه بفونت عربي كويس كده. طبعا احنا هنا بقى مستنيين النتيجه. هو هنا هو بيقول لك ان مفيش كريدت هتتشحن او انت محتاج اي حاجه عشان هو يستخدم او يطلع لك النتيجه. فهنصبر معاه. طبعا دي النتيجه اللي خرجت. انا طبعا ما قلتلوش، قلت له اديني انت هوك من عندك. فهو بقى راح ايه، جاب حاجات من ابل، عمل سيرش على الميزه الجديده وبتاع. هي نوعا ما الصوره ما فيهاش اي عيوب، ما فيش اي حاجه، تفاصيل كويسه الحاجات دي. بس هو بس وحتى الفونت كويس. هو بس كان محتاج ان انا اقول له على كلمه يكتبها، كان الموضوع ممكن يكون احسن. وهنا برضو ظاهر لي اب سكيل ان انت نقدر نعلي جودة الصورة. وعندك برضو ريموف يعني انت عايزين نشيل الخلفية. فلو جربنا مثلا كده نشوف هيعمل ريموف ولا لا. دي الاساسية ودي اللي هيتعمل لها ريموف. وهنا اهو في ثواني عمل لي ريموف وعزل لي الصورة. وبرضو هنا ممكن برضو يعني ناخد الصورة دي ونحطها او نعمل لها داونلود، بعد كده نحطها هنا ونقول له مثلا حط لنا خلفية كذا او كده. انا ممكن اقول له دلوقتي تاني ان يسيب الخلفيه بتاعتي زي ما هي، واقول له على جمله يكتبها ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. طيب انا هنا اهو قلت له ان انا عايزك تسيب الخلفيه بتاعت الصوره زي ما هي، وتعدل لي بس كده بقى على الالوان، تخلي الالوان بسيطه. هو اصلا ما فيش اضاءه هنا، ده اضاءه الشمس. فقلت له اكتب لي ان الايفون للايجار، دي جمله الهوك اللي هتتكتب. فهنشوف النتيجه دلوقتي هتبقى عامله ازاي. طيب ودي النتيجه اللي ظهرت معايا. ساب الدنيا مش ماشيه زي ما هي، وكتب هنا الجمله. برضه كنت حاسس انها ممكن تتكتب بطريقه احسن من كده طبعا، لان انا كاتب برومت بقى عربي وكده. انت ممكن تروح لشات جي بي تي تبعت له، ابعت له اصلا الصوره الاساسيه بتاعتي، واقول له عايز اعمل اديني برومت اللي انا عايز اعمل كذا كذا، صوره مصغره كذا. فاديني برومت بالانجليزي بقى ويحط فيه تفاصيل والكلام ده. طبعا انت بقى جرب براحتك وشوف الدنيا تبقى او النتيجه تبقى طالعه معاك عامله ازاي. ولكن حاول تستغل الموضوع. النهارده هو 13، لما الفيديو ينزل ممكن ينزل النهارده ممكن ينزل بكره، فيكون معاك مثلا 10 ايام 11 يوم. فانت حاول تستغلهم على قد ما تقدر. بس يا ريس الموضوع طلع بسيط جدا. حاجه زي دي ممكن ما تشتغلش معاك في حاله ان انت ما نزلتش دلوقتي، عملت اشتراك في القناه، لايك للفيديو، عملت كومنت تقول هي اشتغلت معاك ولا لا، عشان الناس اللي داخله على الفيديو من بره تعرف هل الفيديو مفيد ولا لا. ولو في اي مشكله حصلت معاك سواء بالطريقه دي او اي حاجه تخص التقنيه، انزل تحت هتلاقي اكونت الانستجرام بتاعه، اكونت التيك توك، ابعت لي رساله وهنرد ونحلها مع بعض. وبس كده. عشان تشوف المحتوى ده تاني اعمل لي فولو.